ضرس سليم ووجع ملوش تفسير. مريض داخل العياده متضايق، مش ماسك وشه ومش بيصرخ بس تعبان. قال لي يا دكتور انا عندي وجع غريب بيجي ويمشي. كشفت عند كذا حد وكلهم قالوا لي ان الضرس سليم. عملنا اشعه سليمه، كشف اكلينيكي، مفيش تسوس، مفيش التهاب، ما انتش عارف تمسك حاجه على الضرس. وهنا اللحظه اللي اي دكتور لازم يقف فيها شويه، لان اسهل حاجه تعملها انك تقول مفيش مشكله، بس الحقيقه الوجع اللي ملوش تفسير غالبا تفسيره مش في الضرس نفسه. بدأت بقى هنا أسأل أسئلة مختلفة. هل الوجع بيزيد مع الضغط ولا لأ؟ بيظهر الصبح أكتر ولا بالليل؟ هل في صداع؟ هل بتصحى تلاقي فكك مشدود؟ حد قال لك قبل كده إنك بتضغط على أسنانك وأنت نايم؟ الإجابة الأخيرة كانت مفصلية. مراتي بتقول لي إني بجز على أسناني أو بقرش على أسناني وأنا نايم. هنا الاتجاه كله اتغير. فحصت الاوكلوجن اللي هو قفله السنان على بعض او العضه يعني، لقيت تاكل بسيط وحساسيه مع الخبط على الاسنان. بس الضرس نفسه سليم. التشخيص بروكسيزم واوكلوزال اوفرلود. المريض بيقرش على اسنانه وهو نايم، وده مش الم ضرس، ده الم استخدام. المريض بيستخدم اسنانه طول الليل وهو نايم ومش دريان. طبيعي يحصل لها اجهاد. الخطه كانت بسيطه: اوكلوزال سبلنت وتعديل نقط تماس خفيفه، وتوعيه المريض ان المشكله مش في ضرس بايظ لكن في عضلات ومفصل شغالين فوق طاقتهم. بعد اسبوعين رجع قال لي الوجع اختفى. اول مره انام بغير ما اصحى متضايق. الدرس: مش كل الم ليه حفره، ومش كل شكوى تتحل ببنج وكماشه. العضه نظام، المفصل نظام، والاسنان جزء من منظومه واحده. اذا اشتكى منه عضو يا دكاتره، لو ركزت في السن لوحده هتفوتك القصه الكامله. لو القصه دي لمستك اعمل فولو واستنى الحلقه الجايه من حكايات العياده. كل اسبوع حلقه جديده بتعلمنا كلنا.